السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا اخواتي وحبايبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى هنعمل مع بعضنا وصفة مقولكوش ولا اروع. عارفين يعني ايه ولا اروع؟ يعني الكلام الجامد المتين دي. هنعمل وصفة كلنا بنحبها وبنعشقها وما بنشبعش منها بصراحة ربنا. هنعمل مع بعض الفراخ البروست المقرمشة. بصوا مقولكوش قرمشة ما فيش بعدها قرمشة. هنعملها ونعمل تتبيلتها ونخليها زي بتاعة المطاعم بالظبط. مش هخليكي تشتريها تاني ان شاء الله من بره، بس مش على الطريقة بتاعتي وبالتتبيلة اللي هقولك عليها، وبجد مش هتندم. جبنا بقى عندنا 2 كيلو وراك كده حلوين. نسيت اقولكوا كمان احنا هنعمل مع بعضنا كمان المكرونه البشاميل، بما اننا ان شاء الله يعني ناويين على ايام رجيم وهنروح لدكتور وحاجات كده. فاحنا ايه قررنا نمتع نفسنا يومين كده. هنعمل مع بعضنا بقى المكرونه البشاميل والفراخ البروست. بس لو انت ما اشتركتيش في القناه اشتركوا فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت الفراخ ورحت غسلها كويس، ورحت شايفين زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو، رحت متبلاها بمعلقه ملح ومعلقه سكر وحبه ميه عليهم حلوين كده وسنه خل، ونقعتها فيها شويه. ده محلول بقى ايه تنظيف والتتبيله الحلوه اللي هتبدا معانا. كانك بتخلي الخل يدوبها شويه، يدوب الانسجه بتاعه الفراخ من جوه. تبلتها فيها شويه حلوين. الكلام ده كان يوم الجمعه يا اخواتي، يعني عارفين يعني يوم الجمعه يعني يوم السوق، يوم البهدله وما اقولكوش. كان يوم طويل جدا الحمد لله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا كلنا. كل واحده ست بتتعب في بيتها ومع عيالها ومع جوزها، ربنا يا رب يجازيها خير ويعوض صبرها خير يا رب في عيالها يا رب. المهم بقى مسكنا الفراخ زي ما قلت لكم، نقعتها في المحلول اللي قلت لكم عليه. ودلوقتي هنعمل مع بعضنا التتبيله. كوبايتين دقيق، كوبايه نشا. البهارات اللي عندك كلها، ما تحرميش نفسك، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وملح وبابريكا. بصي ما تخليش حاجه في الضرفه بتاعتك، فضي كله ده على بعضه. واهم حاجه طبعا معلقه البيكنج باودر، حطي نص كيس البيكنج باودر مش هقولك لا يعني. وطبعا النشا معاكي هتخليه يبقى فيه قرمشه مع الدقيق، والبيكنج باودر هيديها هيشان من جواها كده وطراوه. بصوا بقى نزلنا مع بعضنا كل المكونات دي في طبق. معلش انا اسفه بقى، دور البرد اللي ماشي اليومين دول مش مخلي حد. استاذ ابراهيم خده عندي ما شاء الله يعني الحمد لله امنه بسلامه. بس الحمد لله الدور ده ماشي قوي، ربنا يسترها يا رب. يا ريت تخلي بالكم من عيالكم وبتحاولوا اليومين دول تخليهم يلبسوا كمامات عشان خاطر ايه، الموضوع بقى منتشر قوي. نزلت على بعض زي ما قلت لكم بقى، لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو هنرجع نقول مع بعضنا حطينا ايه. حطينا كوبايتين دقيق وكوبايه نشا وكل البهارات اللي عندك، واهم حاجه نص كيس البيكنج باودر. هننزل بقى بالموضوع دوت في التتبيله دي. بصوا نحط الدبابيس اللي احنا مخرمينها، خليكم فاكرين اللي احنا مخرمينها عشان خاطر التتبيله تشرب من جوه ومن بره. متفتحيش الورك الفرخه كده او الدبوس تلاقي من جوه ايه، يعني مش هيعجبك منظره، مش هيعجبك يعني. بصوا هنسيبها في التتبيله دي شويه حلوين. ونسيت اقول لكم كمان احنا جبنا امبارح بما اننا الجمعه، جبت السردين المخلل العشق العشق يا جدعان نزل خلاص. جبت سردين وخللته وان شاء الله نفتح مع بعض عليه وناكل. هفتح واكل على طول يعني، مش ما صورتش اللي احنا نعمل اللي انا بعمله، انا هفتح واكل على طول معاكم. يلا بقى نشوف هنعمل ايه في التتبيله. هنحط بقى نص الكميات اللي احنا حطيناها في الاول، هنحط النص التاني بتاعها دلوقتي. يعني احنا حطينا في الاول كوبايتين دقيق وكوبايه نشا، هنحط دلوقتي كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا ونقلبهم. وبرضه هنحط نفس البهارات وبقيه البيكنج باودر الكيس. ما تنسوش احنا مش هنرمي حاجه يا ولاد، يعني هنرمي نص كيس البيكنج باودر. هننزل بقى بعد ما حطينا الفراخ بتاعتنا في التتبيله. اهم حاجه يا جماعه الفراخ دي عايزه الايه المعامله الحساسه شويه. يعني ايه المعامله الحساسه؟ يعني ما تمسكهاش بايديك وتفعصي فيها وتكتميها، لا الفرخه عايزه تاخد نفسها، عايزه تتهوى زي الستات المصريه كده عايزين كلهم يتهووا. بصوا اهو. طبعا خدوا بالكم بقى، يعني اهم حاجه الفراخ دي تعملها اول الشهر عشان تكوني جايبه التومين، لا اما تكوني جايبه الزيت بتاعك يعني. اصغر حله عندك وحطي فيها الزيت، لانه هي عايزه الزيت يغطيها من فوق ومن تحت. وعلى نار هاديه خالص تحطيها في الاول لحد ما تستوي من جوه، بعد كده تعلي عليها النار هتلاقيها استوت معاك وطلع باللون الدهبي ده. هنسكت على كده يا مسامح؟ لا طبعا هنعمل مع بعضنا المكرونه البشاميل. انا بعشق المكرونه البشاميل، وخصوصا لما تكون بقى ايه طريه كده يا سلام. العيش نزلت على كوبايتين دقيق، على ايه نص كوبايه سمنه كده حلوه. خدوا بالكم انا زودت تاني سمنه، لو هتاخدوا بالكم بصوا دقيق حسيته ناشف كده، في دقيق معاكي بيشرب السمنه وفي دقيق ما بيشربوش. الدقيق اللي انا كنت جايباه النهارده ده كان بيشرب السمنه، يحتاج مني سمنه تاني. حطيت سمنه تاني وحطيت معلقه زيت عشان خاطر يفلفلوا معايا. ونزلت عليه بكيلو لبن. كيلو لبن، ايوه احنا عايزين نغذي العيال ونتغذى كده. بما انا قلت لكم خلاص احنا داخلين على ايام الرجيم والنشفان. يا جدعان بجد احنا لسه في اول الشتاء والاكل ما اقولكوش طعمه حلو قوي. في حد زي حالتي كده بيصحى بالليل يجوع؟
انا باصحى بالليل بجوع وباصحى الصبح بجوع، يعني مفيش فاصل في النص. بصوا كده هنقلب البشاميل مع بعض. البشاميل مش عايز يتساب، عايز طول ما انت واقفه كده ايدك فيه. بصوا اللهم بارك، في ثواني تقل معايا. وهننزل عليه بقى بالبهارات والفلفل الاسمر والماجي والملح. انا ما بكترش البهارات في البشاميل. ولو انت عايزه تجيبي خلطه البشاميل الجاهزه دي هاتيها براحتك، دي حاجه ترجع لك. بس انا بصراحه ربنا يعني ايه، كنت خلاص عايزه اخلص الاكل، لان انا قلت لكم يوم الجمعه ده بيبقى عندنا مليان، بيبقى فيه سوق وفيه حاجات كتير قوي، سوق وفطار وبنرجع نعمل الغدا، يعني اليوم بيبقى مليان ما شاء الله. ورحت بقى جايبه بصلتين حلوين كده وجبت عليهم جزرايه. جربي الوصفه دي والله مش هتبطلي تعمليها. الجزرايه مع البصل مع قرن فلفل حلو، وتنزلي عليهم في الصينيه بتاعتك. المكرونه اللحمه المفرومه عايز تعمل في صينيه، يشوحوا كده معاكي، وبعد كده تروحي نازله عليهم باللحمه. ما تحطيش اللحمه الاول على طول، حطي اللحمه بعد ما الخضار بتاعك ده يستوي شويه. ونزلت عليهم بقى خلاص باللحمه كده وقلبتهم، وهحط برضو التوابل بتاعتهم، الملح والفلفل الاسمر وملح جوز الطيب اهو. بصوا عشان تعرفوا اللي اختكم شاطره ازاي، عين عليها اللحمه وعين عليها البشاميل، والعين التانية عليها الفراخ البروست بالطبق البلاستيك. شايفين الشطاره؟ ننزل بقى بايه، كميه المكرونه بالبشاميل نص كميه من تحت، وانزل عليها بالبشاميل عشان خاطر ايه، زي ما قلت لكم انا بحبها تبقى طريه جوسي كده، تبقى طريه وجميله. هننزل باللحمه المفرومه بعد ما غطيتها، حطيت في نصها البشاميل برضو. ولو حابه تحطي معلقه صلصه حطي، بس انا ما بحبش الصلصه في النص بصراحه، ساعات بعمل الصلصه بره. وحطيت نص المكرونه تاني وحطيت عليها البشاميل. وكان عندي حبه مكرونه جبنه رومي حطيت على الوش، مش هكتب عليكم يعني، هما الحبه اللي كانوا موجودين دول هما اللي حطيتهم. والصينيه التانية كسرت بيضايه وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر عشان الزفاره، ونزلت عليها. بصوا قلب قلب، يا سلام لو الدنيا تبقى كلها سرعه الفيديو ده ما كانش حد تعب والله. يعني الفيديو ده مثلا واخد معايا حوالي 5 دقايق ولا 6 دقايق، انا عاملاه في اليوم كله. بصوا الصينيتين اللهم بارك، شايفين الحلاوه؟ لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا بقى اشتركوا في القناه، قولي كان غداك ايه النهارده، وقولي ايه رايك في الفيديو بتاع النهارده. شايفين ادي المكرونه بشاميل وادي الفراخ، بجد والله جربوا التتبيله بتاعتها هتعجبكم، واحسن واوفر بكتير من بره. حاجه انت عاملاها لبيتك وعيالك مضمونه، يعني مش هتندمي انك عملتيها. اي نعم هي بتاخد وقت ومجهود بس حلو والله. كان نفسي اسمعكم صوت القربشه، بس ايه يعني صوت عيالي ما شاء الله يعني كان مغطي على صوت الفيديو. يلا تعالوا اتغدوا معانا، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.